اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده هنعلمكم ازاي تشيلوا النويز او التشويش اللي في الصوت بتاعكم. اهلا بيكم، انا اسلام مندو بعلمك ادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. الحلقه دي معانا ازاي تشيل النويز او تشيل الضوضاء. المهم يا صديقي، انت قبل ما تيجي تسجل الصوت بتستنى مثلا من 5 ل6 ثواني عشان تقدر تحدد النويز بتاعتك او التشويش بتاعك. اول ما تسكت الثواني ديت هيبدأ النويز معاك يظهر. حتى بص عندك هنا في الليفلز، بص ده النويز، ده شكل النويز. طب انا عايز اشيل النويز. بص في طريقتين نشيل النويز. اول طريقه معانا وهي انك بتحدد على النويز بتاعتك وتروح على قائمه افكت، ومن نويز ريدكشن تتك ايه كابتشر نويز، او تتك اختصار شيفت بي. وكده انا خدت ايه، عرفته النويز بتاعتي شكلها عامل ازاي. هقول له طيب طبقها لي بقى على الصوت كله. بعد ما احدد على الفيديو كله كنترول ايه او احدد كده بالماوس، وهروح على قائمة افكت، قائمة افكت نويز ريدكشن. هقول له ايه، يلا نعمل بروسيس. اقول له بص يا معلم، انت هتشيل النويز بنسبة 50%. لا لا لا، شيلها لي ايه بنسبة مثلا 90%، عشان لو زودت 100% الصوت ممكن يبوظ معايا. لو جينا نتفرج كده، بص النويز مفيش نويز نهائي. كده اتشالت النويز بشكل كامل. وطبق لي الموضوع دوت اهلا على بيكم في الفيديو، فيديو جديد معكم اسلام مندو النهارده معاكم. وطبق لي الموضوع ده على الفيديو كله. حتى اهلا بص بيكم في فيديو جديد معكم. مفيش نويز، شالها خالص. لو في صوت مروحة، صوت أطفال، الكلام ده كله هيقدر يعالجه. بس أتمنى إنك برضو تحاول إنك تسجل في منطقة معزولة، ما يبقاش فيه صوت دوشة كتير. عشان لو في دوشة كتير وجيت تشيل النويز وبعد كده جيت تطبقها على الفيديو ككل، في حروف ممكن تقع منك. والطريقة الجاية ديت إن شاء الله مش هتخلي في حروف تقع لو في نويز مثلا كتير أو دوشة كتير. فانا انصحك اول طريقه ديت لو بتسجل في ايه، في مكان معزول. وتاني طريقه لو مثلا لو في دوشه اكتر. فخلينا بس نرجع الاول من اللي احنا عملناه. احنا رجعنا ورجعنا النويز اهي معانا، تمام. هنروح على قائمه بقى افكت، ومن نويز ريدكشن هتختار ادباكتز نويز ريدكشن. من القائمه ديت بقى بيقول لك انت، انا هشيل لك النويز بتاعتك، بس احنا هنعمل ايه، بريسيتس. هنظبط البريسيتس بتاعتنا. هنقول له لايت، خلي ايه لايت نويز ريدكشن. ده افضل اختيار ليك عشان ما يوقعش حروف منك. عشان في ناس لما تيجي تشيل النويز حرفيا في حروف كتير قوي بتقع. فخليها ايه لايت نويز ريدكشن، تمام. وهنا تقدر تزود حسب البيئة اللي انت شغال فيها او الاستوديو اللي انت شغال فيه، تزود او تنقص ايه الريدكشن نويز. تيجي نشغل هنا، هو كده ما تفعلش لسه، هو لازم نتك ابلاي. نتك ابلاي، هو عمل بروسيس، هو اتشال النويز بس مش قوي. وحافظ على مستوى الصوت وحافظ على ان الحروف ما تقعش منك. بص في ليفل شغال عادي. اهلا بيكم في فيديو جديد معكم اسلام. شال النويز معايا بس ما اثرش بشكل قوي على الكلام بتاعي. فده كانت درسنا النهارده. اتمنى انك تكون استفدت. اعمل لايك سبسكرايب. انا اسلام مندو بعلمك ادوبي اديشن من تحت الصفر للاحتراف. دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو. احب اختم الفيديو بكلمه لا اله الا الله.